هنتكلم النهاردة عن سعاد، وسعاد دي أحقر إنسانة أنت ممكن تسمع عنها، وسميت في الوقت ده بسفاحة الخمسينات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عام 1943 سعاد اللي كانت من الجيزة، وتحديدا بقى القصة جاية وبدايتها من سوق الحومدية. سوق الحومدية في الوقت ده كان بيبيع كل حاجة، يعني اللي عايز يشتري أي حاجة يروح سوق الحومدية يشتريها منه. فمحمد هنداوي اللي كان مزارع وكان من قرية اسمها قرية شعشاعة من محافظة الفيوم، كان عايز يشتري شوية حاجات لشغله يعني كمزارع، فدايما كان بيروح سوق الحومدية كل يوم خميس. فمحمد هنداوي سافر يوم خميس لمحافظة الجيزة عشان يروح سوق الحومدية، فوهو ماشي يلف كده في السوق عادي عشان يشوف الطلبات اللي هو عايز يشتريها، شاف بنت بتبيع قطن. البنت دي عجبته جدا ولفتت انتباهه قوي، والبنت دي كان واقف معاها شاب صغير. فبعد ما مشي كام خطوة من قدام البنت دي، من شدة إعجابه بيها رجع تاني وبدأ كده يجر كلام ويحاول يتكلم مع الشاب الصغير اللي واقف معاها عشان يعرف إن اسمه محمد صالح القريدي، واللي واقفة جنبه دي تبقى أخته سعاد، وإن والدهم ووالدتهم متوفيين من فترة طويلة وهم معتمدين على نفسهم وعايشين مع بعض، ودايما بيشتغلوا في الزراعة، وكل يوم خميس بيجوا هنا السوق اللي هو سوق الحومدية عشان يبيعوا فيه قطن. بس دايما ما كانوش بيقفوا في المكان ده، كانوا بيقفوا في مكان تاني من السوق، بس في الأسبوع ده قرروا إن هم هيقفوا في المكان اللي وقفوا فيه. فمحمد بقى لما عرف كده قعد يشكر ربنا ويحمد ربنا إن هم وقفوا في المكان ده علشان خاطر يشوفهم ويشوف سعاد اللي أعجب بيها جدا، وقعد يقول في باله إن ده من حسن حظه. بس للأسف يعني مش من حسن حظ هنداوي ولا حاجة، ده من سوء حظه إنه شاف سعاد. وطبعا هقول لكم من سوء حظه ليه. المهم هنداوي لما خلص كلام مع محمد أخو سعاد قعد يلف كده في السوق، بس طبعا ما اشتراش يومها أي حاجة من السوق، لأن كل اللي كان شغل تفكيره هو سعاد، ويا ترى هيعمل إيه عشان نفسه طبعا يتجوز سعاد. المهم روّح تاني على بلدهم، وبعد كده الأسبوع اللي بعده على طول يوم خميس برضه راح لسوق الحومدية، وهو مقرر إن هو لازم يتجوز البنت اللي أُعجب بيها دي. فراح لأخوها اللي اسمه محمد وطلب منه إيد أخته سعاد، وطبعًا بعد ما قال لأخوها راح كلم سعاد، وسعاد وافقت ورحبت جدًا بالجواز من هنداوي، وقال لها كمان إن هو عنده بيته الخاص في المنوفية، وإن هي هتروح تعيش معاه هناك. فهي وافقت بس كان لها شرط واحد، والشرط ده إن هي تاخد أخوها محمد يعيش معاها حتى بعد الجواز، لأن محمد ملوش حد إلا هي، وهي اللي مربياه، ووالدهم ووالدتهم متوفيين. فطبعا هنداوي أعجب أكتر بسعاد، وقال إن هي ست بمية راجل يعني، مش راضية تسيب أخوها لوحده لأن أخوها ملوش حد إلا هي يعني. فأعجب أكتر بسعاد، وفعلا هنداوي وسعاد اتجوزوا وسافروا مع بعض يعيشوا في بيتهم في المنوفية، وكمان معاها أخوها محمد. وطبعا هنداوي بدأ يشتغل في الزراعة عادي كمزارع يعني، وسعاد قررت إن هي لازم تساعد جوزها عشان تحسن من مستوى معيشتهم يعني، فقررت إن هي تشتغل خياطة، وبالفعل بدأت تشتغل خياطة. وبعد 4 سنين لجواز هنداوي من سعاد خلفوا فيها بنت وولد. وخلال ال4 سنين جواز دول كانت حياتهم مستقرة جدا وعايشين مبسوطين مع بعض. ومحمد أخو سعاد خلال ال4 سنين الجواز دول كان بيشتغل برضه مزارع مع هنداوي. بس الناس كلها في القرية بدأت تتكلم عن سعاد، وإن سعاد سمعتها وحشة وبتجيب رجالة كتير البيت بعد ما جوزها هنداوي بيخرج يروح شغله كمزارع يعني. وطبعا عشان هم عايشين في قرية، والقرية بتبقى مكان ريفي يعني، والناس كلها فيه معظمها عارفة بعض، فطبعا الكلام وصل لهنداوي شخصيا. وصل لهنداوي الكلام إن مراته بتخونه يعني، بس مش بطريقة مباشرة يعني. بس طبعا هنداوي وصلوا الكلام من أكتر من شخص، فقرر إن هو لازم يراقب مراته ويشوف الكلام ده صح ولا لأ. وبالفعل بدأ يراقبها، فلاحظ بقى إن هو دايما لما بيرجع البيت بيلاقي البيت متبهدل، وأوضة النوم بتاعته برضه متبهدلة كده، فكان دايما بيسألها تقول له لأ مفيش حد جه البيت ولا حاجة، ده عيالك اللي مبهدلين الأوضة وعيالك اللي بيبهدلوا الشقة، بس أنا هجيب من البيت مفيش حد غريب بيدخل البيت.
ولاحظ كمان إن سعاد بيبقى معاها فلوس كتيرة جدا، أكتر من مكسبها بكتير من شغل الخياطة. وسعاد كانت دايما بتتلخبط في اسم جوزها هنداوي، وما كانتش بتناديه باسمه، كانت بتناديه باسم رجالة تانية. بس طبعا هنداوي كان راجل طيب، يعني ما بيدققش وما دققش في الكلام ده إلا ما بعد ما وصل له كلام من أهل القرية بتاعته. المهم، هنداوي بدأ يواجه مراته سعاد ويقول لها إن الناس بتقول إن أنت بتخونيني وبتجيبي رجالة البيت. بس هي طبعا كانت بتتخانق معاه جامد وتقول له إن هو إزاي يقول عليها الكلام ده، وتقعد تحلف له إن هي ما بتعمل كده ولا عمرها خانته. بس هنداوي بدأ يتأكد فعلا إن مراته بتخونه، وبدأ يطلب منها إن هي تمشي وتسيب البيت، ويتخانق معاها دايما، ويطلب منها كمان إن هي لو عايزة العيال وهي ماشية تاخدهم مفيش مشكلة، بس تمشي وتسيب البيت لأنه هو هيطلقها. بس سعاد بقى رفضت إن هي تمشي وتسيب البيت، قالت له أنا مش همشي وأسيب البيت، ومش همشي وأسيب القرية أصلا، أنت لو عايز تمشي وتسيب البيت أنت امشي وسيبه. بس طبعا ده بيته، فازاي هيمشي ويسيبه يعني؟ فكان مقرر إن هو مستحيل يمشي ويسيب بيته. فكانت الدنيا ماشية بس كلها مشاكل ما بينهم، لدرجة بقى من كتر المشاكل اللي بتحصل بينهم سعاد قررت إن هي لازم تقتل جوزها هنداوي وتخلص منه وتخلص من المشاكل اللي عاملها لها، لأنها عمرها ما تسيب البيت ولا تسيب القرية ولا تسيب موضوع الخيانة اللي بيدخل لها منه فلوس كتير وتمشي. فسعاد بدأت تحط سم في الأكل والشرب اللي بياكله هنداوي، وكان فعلا خلاص هنداوي على وشك الموت. بس كان لحظه الحلو يعني وستر ربنا معاه، بيتم إنقاذه، يروح المستشفى ويعملوا له غسيل معدة كده وينقذوه. وفي كل مرة يروح المستشفى فيها الدكاترة يقولوا له إن أنت كلت حاجة مسممة يعني، وهو يعرف من جواه ومتأكد إن سعاد اللي كانت بتسمه، بس كان برضه مستمر معاها وما كانش طلقها، لأن هو حاول كتير يمشيها بالبيت بس هي مش موافقة تمشي. وسعاد لسه من جواها مصرة إن هي لازم تقتله وتخلص عليه، ومش عارفة إيه اللي بسبع أرواح ده اللي كل ما تحاول تموته برضه يعيش ويتم إنقاذه. فكانت متضايقة جدا من محاولاتها الفاشلة يعني لقتله، فقررت بقى إن هي في يوم معين هتخلص منه وتنهي الموضوع ده. فعملت إيه؟ استنت لما أخوها وأولادها كانوا مش موجودين في البيت، فكانت مجهزة مادة اسمها كيروسين، وقامت في اليوم ده مستنية إما هنداوي جوزها داخل ينام، وقامت حاطة المادة دي عليه وهو نايم، ودلقاها في الشقة كلها ومغرقة الشقة بالمادة دي، والمادة دي مادة قابلة للاشتعال. وبعد كده جابت الكبريت وولعت في البيت بهنداوي اللي نايم. بس برضه الأهالي تتلم بسرعة ويطفوا الحريقة ويطلعوا هنداوي وينقذوه، وهنداوي يفضل عايش وما يموتش. فطبعا سعاد كانت متضايقة جدا من اللي حصل. فهنداوي بقى خاف أصلا يدخل البيت بعدها وخاف يقعد مع سعاد تاني، ما هي كده ما عادش ليها أمان. حاولت تموته كتير وتسممه وهو عارف، فولعت فيه فما عادش مآمن لها نهائي. فقرر إن هو لازم يروح للعمدة بتاع القرية ويحكي له اللي حصل ويحكي له اللي سعاد بتعمله فيه. فراح للعمدة بتاع القرية وحكى له كل اللي حصل، وحكى له إن مراته بتخونه، وإن هو حاول كتير يمشيها ويطلقها، وهي حتى لو عايزة العيال تاخدهم معاها، بس تاخد أخوها وتمشي بقى من القرية كلها، لأن هو ما عادش عايز يشوف وشها تاني. فالعمدة قال له خلاص مالكش دعوة بقى، أنا هحل الموضوع. والعمدة بعت لسعاد وجابها عنده وقعد يقول لها إن أنت بتخوني جوزك يعني، وجوزك اللي قال لي. فهي قعدت تحلف للعمدة حلفانات كتيرة جدا إن هي ما بتخونش جوزها وعمرها ما عملت كده. بس طبعا العمدة قال لها إن سمعتها سابقاها يعني، وإن هو عارف كل حاجة وعارف إن هي بتخون جوزها هنداوي وبتجيب دايما رجالة الشقة. وقال لها إن هي لازم تاخد أخوها وتمشي من القرية، عشان لو ما مشتش بالذوق هو هيمشيها بطريقته. فطبعا سعاد عملت حساب للعمدة يعني والكلامه، وخدت عيالها وخدت محمد أخوها ومشيت من القرية. بس مشيت من القرية بقى وراحت عاشت في قرية تانية جنب القرية اللي قاعد فيها جوزها هنداوي، والقرية دي اسمها شطنوف. وبدأ أخوها محمد يشتغل في الزراعة، وهي كمان قعدت تشتغل كخياطة يعني لحد مدة سنتين. فكان معاها بقى مبلغ كبير، المبلغ الكبير ده كان وقتها 40 جنيه. ال40 جنيه دول كانت تقدر بيهم في وقتها إن هي تشتري بيت كامل في قلب القرية اللي هي قاعدة فيها. واشترت فعلا البيت كان مكون من 3 أوض كبار.
سعاد خلت أوضتين لها هي وأولادها وقررت إن هي هتأجر الأوضة التالتة لشباب القرية. فمن أول شاب جه أجر الأوضة عملت معاها علاقة، وطبعا كانت بتعمل العلاقة دي بمقابل مادي. فطبعا الشباب بدأوا يقولوا لبعض في القرية، لدرجة إن سعاد اشتهرت جدا في قرية شطنوف، وبدأ يجي لها شباب كتير في الليلة الواحدة، وكلهم كانوا بيجوا الأوضة دي وكلهم كانوا بيعملوا مع سعاد علاقة، بس كل واحد يعمل علاقة مع سعاد لازم طبعا بمقابل مادي. لحد ما أخوها بقى كان شايف الوضع ده بعينه قدام عينيه. فكان أخوها محمد كبر برضه وبقى شاب، وبدأ يرفض اللي هي بتعمله ويقول لها ما ينفعش اللي بتعملي ده، لازم تعملي حساب لسمعتك يعني، وما ينفعش كده، وما ينفعش تجيبي شباب غريبة البيت وبتدخلي معاهم الأوضة كمان، ولازم تعملي حساب لعيالك ولسمعة عيالك ولسمعتي أنا كمان وتعملي لي حساب. بس طبعا سعاد ما همهاش من الكلام ده، لأن هي طبعا الأخت الكبيرة اللي مربياه اللي بمثابة والدته، فكلماتها هي المؤثرة يعني، وكمان لأن هي اللي شارية البيت ده أصلا بفلوسها. فمحمد أخوها حاول كتير يخلي سعاد تبطل اللي بتعمله وتبطل إن هي تدخل شباب الشقة يعني بالليل أو البيت بالليل، بس طبعا هي رفضت تماما وكانت بتعمل اللي في دماغها. فقرر إن هو هيرجع الجيزة تاني عند أهله هناك، وجمع فعلا خيلان سعاد كلهم وخلانه، وبدأ يحكي لهم على اللي سعاد بتعمله بالتفصيل. فرجع وهو معاه اتنين كبار من اخواله. الاتنين الاخوال دول بقى قعدوا مع سعاد وقعدوا يقنعوها إن هي لازم تيجي لهم الجيزة هناك، عشان هم عايزينها في كام موضوع يكلموها فيه، بس هناك في الجيزة يعني. فهي طبعا اقتنعت بالكلام اللي هم قالوه، هم طبعا كانوا بيجاروها وبيساسوها في الكلام علشان توافق وتروح لهم الجيزة. وهي قالت لهم إن هي هتجيلهم وكل حاجة، بس عندها كام شغلانة كده في قرية شطنوف هتخلصها، وبعد كده هتروح لهم الجيزة. فهم مشيوا وهم مقتنعين تماما ان سعاد اقتنعت وضحكوا عليها يعني، وان هي فعلا هتسافر لهم. بس سعاد بقى كانت ذكية، قعدت تقرر اخوها محمد انت جاي معاهم ازاي وجوم ازاي. فمحمد طبعا بما ان هي اخته الكبيرة اللي مربياه عرفت تقرره، وقال لها على كل حاجة، وقال لها ان هو حكى لهم على كل تفاصيل حياة سعاد السيئة. بس حصل حاجة غريبة بقى، بعد ما محمد حكى لاخته إيه اللي حصل، محمد اختفى تماما وما عادش ظاهر. وبعدها بكام يوم كده بدأت تطلع ريحة وحشة جدا من بيت سعاد. الريحة دي الجيران بدأت تشتكي منها، وبدأوا يروحوا لسعاد ويخبطوا عليها ايه الريحة الوحشة اللي جاية من بيتك دي. فبدأت تقول لهم في الأول ده أنا كان عندي أرانب وماتت كلها، فالأرانب دي هي اللي عاملة الريحة الوحشة دي. مرة تانية تقول لهم لا ده أنا ماتلي شوية وز وشوية بط، لدرجة إن هي فعلا موتت وز وبط كان عندها وحطته فوق السطوح بتاع بيتها عشان الناس تشوفه والناس تقول إن فعلا ميت لها وز وبط، والريحة الوحشة دي جاية من الوز والبط. المهم موضوع الريحة الوحشة اللي طالعة من بيت سعاد ده استمر لمدة 15 يوم. ففي اليوم ال15 بقى في واحد من الجيران زهق كلام مع سعاد وعلى الريحة الوحشة، فقرر إن هو يروح للعمدة ويشتكي له من سعاد. وفعلا راح للعمدة بتاع القرية واشتكى من سعاد. فالعمدة تواصل مع الضابط المسؤول في المركز وقال له على اللي الجيران بيقولوه يعني. فالضابط جه هو والعمدة وراحوا عند بيت سعاد عشان يشوفوا الريحة الوحشة دي جاية منين ويطمنوا الأهالي يعني والجيران. فطبعا لقوا إن الريحة دي طالعة من الأوضة بتاعت نوم سعاد. فدخلوا أوضة نوم سعاد لقوا إن الريحة جاية بالظبط من تحت سرير سعاد. فبصوا تحت السرير فقرروا إن هم لازم يجيبوا شوية فلاحين يحفروا لهم تحت السرير عشان يشوفوا الريحة الوحشة دي منين. وفعلا جه شوية فلاحين وحفروا تحت السرير عشان يلاقوا جثة شاب بدون ملابس نهائي، والجثة دي شبه متحللة، وكمان باين ان الجثه دي مضروبه على دماغها. فطبعا الضابط بدأ يفتش في كل البيت عشان يلاقي جوه الفرن ملابس، والملابس دي غرقانه دم. بس برضه ضابط الشرطه يلاحظ ان فتحي ابن سعاد اللي عنده 6 سنين منهار وواقف بيرتعش جامد. فقعد يطمنه يعني ويطبطب عليه ويقول له هو في ايه انت مالك، علشان يقول له ان الجثه دي جثه خاله محمد، وان اللي قتله هو والدته سعاد. والولد كمان يتكلم ويقول إن والدتهم قالت لهم إن انتوا لو انتوا قلتوا حاجة أو اتكلمتوا عن الموضوع ده قدام حد أنا هحطكوا في نفس الحفرة اللي حطيت فيها خالكم.
وكمان هو وأخته اللي أصغر منه شايفين والدتهم سعاد وهي بتموت خالهم، وشافوها وهي بتقلعه اللبس وبتحفر الحفرة وحطته فيها، يعني عيالها الاتنين شافوا كل حاجة. أقول لكم بقى إيه اللي حصل. بعد ما اخوال سعاد مشيوا من بيتها، وطبعا ضحكت عليهم وحاولت توهمهم يعني إن هي خلاص اقتنعت بكلامهم وهي فعلا هتسافر لهم، شكت طبعًا في الموضوع لإن إخوالها دول كانت علاقتها بيهم مقطوعة تمامًا وما فيش أي علاقة بينهم، فمنين بقى هييجوا فجأة ليها ويعرفوا مكانها، وكمان يقولوا لها تعالي إحنا عايزينِك في مواضيع، وهي أصلًا العلاقة مقطوعة ما بينهم من زمان. فطبعًا قعدت توقّع أخوها محمد في الكلام، وطبعًا هي اللي مربية محمد وفاهماه وعارفة توقّعه في الكلام إزاي، فوقّعته في الكلام وحكى لها على كل حاجة، حكى لها إن هو لمّا زهق نصيحة فيها وإن هي تبطّل علاقاتها مع الشباب، وإن هي تبطّل تجيب الشباب عندها البيت أو تدخّلهم البيت، لمّا زهق معاها يعني قرر إن هو لازم يروح لإخواله ويقول لهم على كل حاجة علشان ييجوا يوقّفوا سعاد عند حدّها ويخلّوها تبطّل اللي هي بتعمله. فطبعًا لمّا سعاد عرفت الكلام ده جَن جنونها على الآخر، ده جوزها حاولت تموّته كتير وتقتله علشان مش عايزة تبطّل خيانتها له وتبطّل اللي هي بتعمله، هييجي بقى أخوها يوقّفها عن حاجة زي دي، فهي طبعًا جَن جنونها على الآخر، وقررت إن هي لازم تخلص من محمد في نفس الوقت، فضحكت على أخوها محمد وقالت له: "أيوه فعلًا أنا هابطّل اللي باعمله ده، وخلال يومين هاسافر أنا وأنت لإخوالنا." فالولد طبعًا صدّق كلامها، فاستنت لمّا جه الليل وخدت أخوها عندها في الأوضة وكمان عيالها، وقامت ماسكة الفاس وضربت أخوها على راسه لحد ما أخوها مات خالص، فلمّا اتأكدت إن هو مات قلّعته هدومه خالص نهائي اللي طبعًا كانت غرقانة دم، وبعد كده حفرت تحت السرير اللي بتنام عليه وحطت أخوها في الحفرة وغطت عليه، وقالت لعيالها اللي واقفين يشوفوا والدتهم وهي بتقتل خالهم إن أنتم لو اتكلمتوا أو حد عرف بالكلام ده أنا هاقتلكم وأعمل فيكم زي ما عملت مع خالكم وأحطكم في الحفرة جنبه. فطبعًا فتحي ده عنده 6 سنين وأخته اللي أصغر منه خافوا جدًا من والدتهم وقرروا إن هُم مش هيتكلموا مع حد نهائي ولا حد هيعرف بالموضوع ده. ففعلًا سُعاد دي سِت جبروت وما عندهاش ذرة الرحمة، ده أخوكِ اللي لمّا جيتِ تتجوّزي قُلتِ إنِّك مش هتتجوّزي وتسيبيه لوحده، وقررتِ إن لازم تاخديه معاكِ، يعني أنتِ اللي مربياه، يعني زيه زي ابنِك بالضبط، إزاي يا جبروت تعملي حاجة زي دي فيه، وكمان تدفنيه تحت السرير اللي أنتِ بتنامي عليه، وتقعدي 15 يوم وأنتِ قاعدة في الأوضة وعارفة إن أخوكِ هتلاقوا تحت السرير اللي بتنامي عليه وتقعدي تعملي حوارات للجيران، ده الأرانب ماتت، ده البط والوز مات، علشان ما حدش يعرف ولا حد يكشف اللي أنتِ عملتيه. ففعلًا سُعاد دي سِت شيطانة وجبروت، وكمان في الآخر اتحكم عليها بالإعدام. وسُعاد أصلًا عايزة أقول لكم حاجة مهمة، إن هي من أول سَنة جواز وهي كانت بتخون جوزها من أول سَنة، وكمان جوزها أصلًا كان شاكك إن الأولاد دي مش أولاده، لإن ما كانوش فيهم أي شبه منه، ولا منه ولا من خالهم، فكان دايمًا شاكك في الموضوع، بس كان هنداوي ساكت دايمًا وما بيتكلمش، وما اتكلمش أصلًا غير لمّا الناس في القرية بدأوا يقولوا له إن مراتك بتخونك وبتجيب رجالة بعد ما أنت بتمشي وتروح تشوف شغلك يعني كمزارع. وطبعًا قضية النهارده كانت قضية في الخمسينات، تخيّلوا يعني في الخمسينات ولا كان في موبايلات ولا كان في social media، تخيّلوا بقى لو في موبايلات وسوشيال ميديا ساعات دي كانت عملت إيه، كانت خربتها على الآخر، بس كانت هتخربها أكتر من كده إيه. وطبعًا في النهاية ما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في القصة في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناة كلام موزون.